اهلا وسهلا بيكم. النهارده انا مش طالع اتكلم كتير، انا طالع اقول لك على حاجه بسيطه جدا لازم تاخد بالك منها وانت في منصه اليوتيوب. بصوا يا جماعه، اليوتيوب حرفيا بقى في فيديوز كتير قوي، وانا طلعت اتكلمت عن الموضوع ده عشان بقى مقزز جدا وبقى رخم قوي صراحه، وانا ما بقتش عاجبني يعني، فطلعت اتكلم يعني عشان اوعيكم. بصوا يا شباب، مش اي فيديو تلاقي الصورة المصغرة بتاعته واحد ماسك فيها فلوس كتير يبقى الفلوس دي هو عملها من الانترنت، او الفلوس دي بتاعته من اساسه. عشان بس ما تقعدش توهم نفسك في حاجة هتقعد تضيع في وقتك فيها. يعني بص اقول لك على حاجة، انا مثلا المحل اللي انا فيه، هنقول ان الفلوس اللي فيه انا مجرد شغال في المحل، ولكن الفلوس اللي في المحل هل هي بتاعتي؟ لا، بتاعت صاحب المحل. طب لو انا خدت الفلوس دي وقمت مصورها لك كده اهو، وعملت فيها بالصوره المصغره وقلت لك ايه، ازاي تكسب 6000 جنيه في 10 دقايق؟ هجيب فيوز، هجيب مشتركين، هجيب لايكات، هجيب كومنتس، انا اللي بقولها لك اهو. فاهمني؟ هتقول لي يا محمد يا علاء، طب ما انت في صوره مصغره كان عليها فلوس وانت ماسكها في ايدك. اقول لك لا، لان دي فعلا الفلوس اللي انا جبتها من النت، وفعلا وعشان كده طلعت صورتها لك. فاهم؟ وانا مش هعمل حاجه واناقضها بحاجه تانية، يعني انا مش هبقى بعمل حاجه واطلع اقول لك عكسها، كده هبقى انسان متناقض، فكده انت هتشك فيا. لا، مش كل صوره تشوفها على النت تبقى حقيقيه، مش كل صوره هتبقى حقيقيه. فكر كويس جدا. ممكن الفلوس اللي صاحب الفيديو ده بيوريها لك هي مش فلوسه اصلا، ممكن تكون فلوس جمعيه، ممكن تكون فلوس اخوه، ممكن تكون فلوس اي حاجه، مش شرط تبقى فلوسه. فاهمني؟ العبره او العظه من الموضوع ده ان انا عايزك ما تتخدعش. مش كل ما تلاقي واحد ماسك مثلا 100 دولار في ايده او 5000 جنيه او 10000 جنيه يبقى الفلوس دي بتاعته، او ان هو عمل فعلا الفلوس دي من المجال ده. ممكن يا عم اقول لك على حاجه، ممكن اجيب 5000 جنيه من شغلان، ممكن بص اصورها اهو يا جماعه ال 5000 اهم وبتوعهم، وانزلهم بقى على 100 فيديو. بص انا عملت ايه من التداول 5000 جنيه، بص انا عملت ايه من الفيسبوك 5000 جنيه، بص انا عملت مش عارف من ايه 5000. ال 5000 دي هتخلل معايا في الفيديوهات كلها. طبعا حضرتك بما انك عايز تزود دخلك فهتخش على الفيديو. فهمت الفكره؟ فانا حرام اما العب على مشاعر المتابع. اي نعم احنا في غلو وكل حاجه، ولكن ما العبش بمشاعرك. فاهم؟ الفلوس، ما هي الفلوس دي مشاعر. لما انا اخش وانت تخش الفيديو وما تطلعش بالمعلومه المفيده يبقى انا كده بضحك عليك، صح ولا مش صح؟ فهي دي الفكره، هي دي الموعظه، او هي دي العظه اللي عايزك تطلع بيها. لازم تكون ذكي جدا في تعاملك في الفيديوهات في اليوتيوب عشان ما تتخدعش. لان حرفيا يا جماعه الفيديوز في اليوتيوب والله العظيم مش هنقول كلها، بس بقى في نسبه منها غرضها الاساسي الربح والفيوز والمشتركين. انا طالع اتكلم معاكم بما انكم اخواتي، فطبعا ما تبخلوش على باب الاشتراك واللايك، والسلام عليكم، باي باي يا شباب.